لان هو اب لا ينفذ الحكم، بيجي بيكتر العيال زي ما بيتقال يعني، غير مؤهل. سواء في عز الشمس ييجوا عشان يشوفوا الاب، او سواء في عز المطره ييجوا. الاطفال هي اللي بتدفع الثمن نتيجه الانتقام ما بين الاب والام او الزوجين. انتوا يا جماعه قررتوا مش عايزين تكملوا مع بعض، والله مش حابين بعض، والله في مشاكل خلاص مش هتقدروا، في استحاله في يعني العشره الزوجيه ما بينكم، خلاص ما تخلوش الاطفال هي اللي تدفع الثمن ده. حقيقي. احنا من برنامجك يا استاذه جينا، وانا اكيد الصوت هيوصل، واكيد النواب البرلمان بيسمعونا دلوقتي، ولابد من تعديل هذه البنود نظرا لخطورتها، خطوره كبيره جدا على الطفل وعلى الزوج والزوجه الاثنين، على الطفل قبل الزوج والزوجه حقيقي. وبعدين في حاجه، الاب كمان اللي ما بينفقش على اولاده، ما ينفعش ان انا اديله كل الحقوق واقول له خد واستضيف اولادك وهكذا. يبقى انا برضو الاب اللي بيطالب بحقوقه لازم يشوف هو بينفق كمان على اولاده دول ولا سايبهم كده بلا منفق يعني. اشكرك وانا مبسوطه ان حضرتك دخلتي معانا المداخله دي، وطبعا استاذه ولاء يعني من اهم المحاميات الموجوده معانا، وان شاء الله تبقى موجوده معانا في حلقه ثانيه باذن الله. اشكرك يا استاذه ولاء. اشكر استاذ احمد عز كمان معانا. بشكركم يا فندم على المداخلات المهمه دي. عايزه اتوجه ليكي لاخر سؤال، هل شايفه ان ممكن نصلح من خراب البيوت والدنيا ترجع زي زمان؟ والله ونطلع من فكره الاندبندنت وومن دي اللي جايبه لنا الكافيه زي ما بيقولوا يعني، هل شايفه ان احنا ممكن نرجع زي زمان تاني؟ لا ما اظنش. ليه بس؟ ليه نظره التشاؤم؟ علشان ما بقاش في راجل زي زمان. الراجل دلوقتي بينتقم من الست اللي معاه، يعني هو ليه ما نعملش روشته عقد اتفاق ما بيننا، انت عليك 1 2 3 وانا عليا 1 طب لو هو انت عملتي روشته، اولا يعني الحاجات دي بتبقى معروف انت ليكي ايه وانا عليا ايه والكلام ده. انا مش بتكلم على العفش، انا بتكلم كحياه زوجيه. ايوه طبعا انا قصدي كده، سيبك من الماديات، بس معروف ان الراجل دوره ايه في وجود اسره، تمام، والست دورها ايه في وجود الاسره. طيب اذا كان اصلا الحاجات اللي هي المفروض عليه يعملها بيقول لك لا انا مش هينفع اعملها، طب ليه؟ هو ما ترباش على مسؤوليه، هو ما ترباش ان هو ازاي يشيل مسؤوليه. بابا رباه انت هتتجوز، هي لو ضايقتك نتطلق. في ناس بتتحمل المسؤوليه، والله العظيم في ناس حقيقي بتتحمل المسؤوليه. ما هو في، انا ما قلتش انه ما فيش، عشان ما حدش بس يقول ان انا باجي على الراجل. لا خالص، لا احنا خالص، مش بنيجي خالص، انتوا مش بتيجوا على الراجل خالص الحقيقه. لا في بس نسبه بسيطه. احنا عايزين نرجع تاني زي زمان يا استاذه هبه، وعايزين الدنيا ترجع تاني حيث الرحمه والموده. حلو فين الرحمه بقى؟ فين الرحمه لما يكون اب بيقعد بالسنتين والثلاثه؟ طب انا اعرف ناس من 20 سنه انفصل عن مراته واتجوز وخلف، لا شاف ولاده اللي سابهم. حاله شاذه، مش عايزين لا